الشخص في انه يلاقي الستايل بتاعه بتكون طويله شويه وبتاخد وقت كده حبه. هي برضو رحله ممتعه بالذات لو انت اخداها على مهلك وبتحاولي تستكشفي نفسك اكتر وبتحاولي تبدلي في دولابك على مهلك واحده واحده، بتحاولي تنسقي باكتر من طريقه وبتحاولي تكتشفي ستايلك اكتر وايه الحاجات اللي بتعبر عنك وعن شخصيتك. لو طريقه لبس الانسان او الشخص من اكتر الحاجات المعبره عن افكاره وعن شخصيته، عن موده ايه وكل الحاجات ديت. ولكن في اوقات بتقف معانا وبنحس اللي هو لا الموضوع مكعبل او لا الموضوع صعب شويه او لا انا عطلت في حته. هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده، وهو انك ليه مش بتلاقي ستايلك بسهوله او ليه مش بتوصلي لستايلك بسهوله. هاي جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نلاقي الستايل بتاعنا وازاي نلبس لو احنا بتيت وازاي نبني دولابنا صح وعن الهدوم المستعمله وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو هسيب لكم اللينك بتاعه وهيظهر اللينك بتاعه حوالينا هنا، هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس تحت. اتكلمنا فيه عن ازاي نلاقي الستايل بتاعنا وايه الخطوات اللي نمشي عليها وايه الفرق بين الفاشن والستايل والبيرسونال ستايل. كل الكلام ده هتلاقوه في الفيديو ده متجمع كده، تقدروا تشوفوه لو لسه ما بدأتوش اصلا الرحله وما تعرفوش حوار ان انتوا تعرفوا الستايل بتاعكم وازاي تكتشفوه. اول سبب من ضمن الاسباب اللي ممكن تخليكي تكوني مش عارفه توصلي لستايلك او مش عارفه ستايلك ايه هو، هي فكره ان انتي بتحاولي تحطي نفسك في بوكس او بتحاولي تحطي نفسك في ستايل واحد. مشكله بتواجهني اول ما بدات اقرا عن الموضوع، كنت فاكره ان انا مثلا لو او مثلا بحب ستايل معين فالمفروض يبقى كل دولابي عباره عن كده. يعني مثلا لو انا بلبس كاجوال او بحب الستايل الكاجوال فيبقى كل هدومي كاجوال، لو انا بحب الستايل الجيرلي فيبقى كل هدومي جيرلي، لو انا بحب الحاجات الايدجي فيبقى كل هدومي ايدجي. ولكن ده طبعا غلط ابدا، عشان انتي بتحبي ستايل يبقى دولابك كله من الستايل ده. يعني مش لازم لو انتي مثلا بتحبي الحاجات البوهو والحاجات اللي هي المطبوعه والكلام دوت يبقى كل دولابك عباره عن الموضوع ده عشان هو ده ستايلك خالص. الستايل الشخصي هو دمج بين مجموعه من الستايلات. يعني مثلا ان انا البس حاجه من الستايل ده على حاجه من الستايل ده على حاجه من هنا على التاتش بتاعتي على شويه اكسسواراتي، فهحس ان انا ده انا ده هو ده شخصي انا. انا مثلا بحب ساعات البس كاجوال، بحب ساعات البس كلاسيك، ساعات كتير بحب البس حاجات جيرلي، عندي حاجات ملونه وحاجات فيها طبقات ورد وحاجات فيها دباديب وحاجات فيها الوان، وعندي حاجات كلاسيك جدا بالوان ترابيه، وعندي حاجات بردك كاجوال. كل الحاجات دي بلبسها مع بعض بعمل بينها ميكسات، لان ساعات كتير بيبقى الواحد كمان بموده. يعني في وقت انا ممكن اصحى فيها ابقى عايزه البس حاجه كلاسيك وحاجه هاديه، في وقت تاني ابقى عايزه حاجه خفيفه وكاجوال، في وقت تاني ابقى عايزه حاجه جيرلي وحاجه فيها لعب كده وحاجه مختلفه. شخص متميز بافكاره وبطريقه لبسه وبكل الحاجات اللي هو مر بيها وكل الكلام دوت، فده بيخلي شكلنا او طريقه لبسنا مختلفه عن بعض. فمش لازم ابدا انت تحطي نفسك في بوكس او في قالب كده تمشي عليه. حاجه انك وانتي بتختاري تضيفي قطع جديده لدولابك او انتي في رحله اكتشاف ستايلك وبتضيفي قطع جديده تكون بتمشي مع القطع الموجوده في دولابك واللي انتي بتحبيه، عشان تقدري تعملي ميكس اند ماتش بسهوله وتقدري تعملي عدد اوتفيت اكتر ويبقى الدولاب كله متناسق ومتماشي مع بعض. ده هيكون عندك قطع كتير مختلفه بستايلات مختلفه بافكار مختلفه، ولكن كلها هتكون متماشيه مع بعضيها ومتناسقه مع بعضيها. كل ما نقدر نغير وكل ما نقدر نلبس القطعة بالطريقة اللي احنا نحبها بالطريقة اللي تعبر عننا، كل طبعا مكان افضل واحسن. تاني حاجة ممكن تكون مؤثرة في رحلة ان انتي تلاقي الستايل بتاعك هي ان انتي بتقلدي ستايل حد معين مش بتستوحي منه. في فرق كبير بين ان احنا نستلهم من حد او نستلهم من صورة، وفي فرق ما بين ان احنا نقلدها. نقلد معناه اني مثلا شفت الصورة دي على بنترست او شفت شخص لابس طقم ما فهروح اشتري القطع زي ما هي هي بنفس الوانها بنفس حاجاتها والبسها بنفس اسلوبه. ولكن ده طبعا مش الصح ان انا استلم من شخص. يعني انا شفت فلان مثلا لابس التيشيرت دوت مثلا او البنطلون ده بطريقه مختلفه، فهحاول ان انا اطبقها من قطع عندي في الدولاب، هحاول ان انا بردك البسها باسلوبي بالحاجه اللي تناسب الشكل والشيب بتاع جسمي وتناسب شخصيتي انا كشخص. انتي وقت ما تشتري حاجه شفتي حد لابسها وعايزه تلبسيها بنفس اسلوبه، وارد جدا انك تجيبيها وما تحبيهاش او تركنيها. ليه؟ علشان هي وارد تكون هي اصلا مش دي الحاجه اللي انت عايزاها ومش دي الحاجه انت بتحبيها، وارد تكون مش مناسبه لستايلك، وارد تكون مش مناسبه لجسمك او الشيب بتاعك فتجيبي حاجه وتركنيها. فلا طبعا المفروض ان احنا نجرب من الدولاب بتاعنا، نجرب بطريقتنا احنا. ثالث مشكله ممكن تكون بتقابلك هي انك بتشتري كتير او عندك هدوم كتير جدا. كنت شخص بيشتري من غير خطط ومن غير اهداف، اي حاجه بتلفت نظري بشتريها، زي مثلا حاجه ترندي، حاجه شفت شخص لابسها، حاجه لقيتها بسعر ارخص وشايفاها فرصه فهشتريها، حاجه مش عارفه عجبتني دي اصلا شكلها كيوت
فالمحصل بالنسبه لي او كان النتيجه بالنسبه لي ان كل الحاجات دي مش بتبقى راكبه على بعضيها، وكلها ستايلات مختلفه ومش رايقه على بعضيها. يعني انا في فتره في حياتي كان عندي في دولابي الهدوم اللي هي ليها علاقه بالتراديشنال، مثلا الكيمونو الصيني مثلا كنت ساعات بلاقيه في الهدوم المستعمله فاقوم شاريه، انا مش عارفه ليه، بس انا بشتريه عشان حاسه ان هو حاجه مختلفه وعجباني. ممكن اشتري الحاجات اللي هي مقربه للستايل الهندي، اللي هي بشداد من الوسط ومفتوحه من الجناب وطويله كده، وبرضك بجيبها البسها مره ما بلبسهاش تاني وبترشي مع حاجه تانية، لانها غالبا بتبقى حاجات مشجره قوي او حاجات اللي هي اوفر قوي، فمش رايقه مع حاجه تانية، ومش رايقه برضك مع الستايل الكاجوال اللي بلبسه، ان انا كنت بلبسها على بنطلونات جينز. ممكن اشتري الحاجات بتاعه الدهب اللي هي البنطلونات الواسعه والحاجات دي، في فتره في حياتي كنت بحب البسها برضو، فده كان بيخلي الحاجه بتريق على حاجه واحده بس ما بتريش مع الباقي. ساعات كتير بجيبها وبركنها لان انا بلبسها مره واحده بس وخلاص. يبقى المحصله ان انا عندي هدوم كتير بلا هدف، انا شايفه ان انا عندي هدوم ياما بس هي كلها مش بتتلبس على بعضها. ولكن كل ده اختلف لما بدات اقرا وبدات اثقف نفسي اكتر، وبدات ان انا اهتم بمجال الفاشن عموما، اني اعرف كمان خطر الموضوع ده على البيئه، واني كنت حابه ان انا ما اكونش شخص مستهلك، لان انا كنت بشتري على طول اول باول وعندي هدوم ياما قوي، فاللي هو انا شخص استهلاكي جدا يعني. كمان حاجه تانية ودي اهم حاجه عموما عملتها، اني تجنبت ان انا اتابع بلوجر، وبقيت بدور انا بتابع مين بالظبط سواء بلوجر او يوتيوبر. ان انا مثلا ابعد عن الناس اللي هي ليها علاقه بالفاست فاشن واللي هي بتشتري كل شويه بتشتري كل شويه. الموضوع ده بيفرق جدا في فكره ان انتي بتكوني اهدى وبتكوني مركزه اكتر وانتي بتشتري، مركزه اكتر وانتي بتنسقي، لانك بتكوني مش متاثره بحد، فبيكون تفكيرك فعليا في ستايلك او في الطريقه اللي انت عايزه تلبسي بيها او بالطريقه اللي انت عايزه تعبري بيها عن نفسك. فالموضوع فرق معايا جدا في فكره ان انا بقيت طبعا بشتري عدد هدوم اقل بكتير، بدور على الكواليتي اكتر، بقيت بحاول ان انا ادمج هدومي اكتر مره. يعني انا كانت بتوصل بيها لدرجه ان انا لبست القطعه دي مره فخلاص مش هفكر البسها تاني وتتركن في الدولاب وخلاص على كده. لكن انا دلوقتي ببقى مبسوطه اكتر لما بجيب قطعه والبسها باكتر من طريقه، الاقي نفسي ايه ده نزلت بيها مره واتنين وتلاته، وبتري على دي وبتري على دي وبتري على دي، فبحس وقتها ان انا اقل استهلاك، شخص اهدى، عندي افكار كتير لهدوم اقدر البسها، مش دايما عندي مشكله ان انا ما عنديش حاجه البسها. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله اللي لسه مبنيه، في العيله دي بنهتم بمشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتم مهتمين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده وتشيروا الفيديو لاصحابكم وتعملوا لايك على اي فيديو يقابلكم علشان القناه تكبر بسرعه، يكون عندي حماس اكتر ان انا اعمل محتوى اكتر. حاجه بقى ودي اهم نقطه في الفيديو ده كله، انك مش بتجربي. الاسباب اللي ممكن تخليكي مش عارفه توصلي للستايل بتاعك ان انت مكسله ان انت تجربي. اهم حاجه في الرحله دي ان انت تجربي ياما. معنى ايه ان انا اجرب ياما؟ ان انا اجرب اشوف الهدوم اللي عندي دي ايه اللي بحبه وايه اللي بكرهه، انا ليه بحب ده وليه بكره ده، طب اللي بحبه ده اقدر انسقه ازاي، واقدر ازاي اعمل مثلا من الطقم اللي انا بحبه ده اكتر من طقم بس باسلوب مختلف او بشكل مختلف، بحيث ان انا احس ان انا لابسه نفس الحاجه اللي انا بحبها ونفس الستايل، بس الناس شايفه ان انا لا، انا لابسه حاجه مختلفه وحاجه غير اللي انا لابساها قبل كده. كل الحاجات دي بتفرق جدا ان انت تلاقي ستايلك، بتفرق ان انت تعرفي نفسك اكتر وتفهمي نفسك اكتر. تعرفي منين من غير ما تجربي؟ طبعا ضفت قطع طبعا في السيلف هول اللي انا عملتها اول الشهر اللي فات دوت، هسيب لكم اللينك لو عايزين تشوفوها في الديسكريبشن بوكس. دي الحاجات اللي انا جبتها جديده، ومؤخرا ما عنديش وقت لان شغلي وحوار ان انا اعمل محتوى كتير على اليوتيوب علشان القناه تتفعل بسرعه بياخد وقت مني، فمخليني ان انا مش قادره ان انا يبقى عندي مثلا يوم اقعد اطلع الدولاب واقعد اجرب ده على ده. كنت بعمل الموضوع ده من فتره للتانيه فما عنديش وقت ان انا اعمله، فقررت ان انا الغي المحتوى اللي على الانستجرام، لان انا كده كده مش يعني عايزه اركز على اليوتيوب اكتر الفتره ديت. فقررت ان انا اصور مثلا محتوى عن الهدوم، ازاي اعمل ميكسات لهدومي، مثلا اصور مثلا اوتفيت كل يوم بلبسه اخد له بس صوره واخلي الانستجرام بتاعي مثلا معرض كده بالنسبه لي، دي الهدوم اللي عندي ودي طريقه لبسها، علشان دايما تبقى دماغي عارفه دولابي فيه ايه وايه اللي حلو عليا وايه اللي مش حلو، الاحظ الستايل ده حلو عليا ولا لا، الشكل بتاعي الخارجي ايه مظبوط ولا لا، مناسب لجسمي ولا لا. كل الحاجات دي بتفرق جدا. انت ممكن تعملي الموضوع دوت في الجاليري بتاعك، انت مثلا تاخدي صوره كل يوم وانت نازله مثلا رايحه الشغل رايحه اي حته، تاخدي صوره في المرايه، اكيد كلنا عندنا مرايات دلوقتي من الطويله دي، تقدري تاخدي صوره لنفسك. تقدري تعملي اكونت ليكي مثلا برايفت، لو الاكونت الانستا بتاعك برايفت تقدري تنزلي الصور دي وتقارني بين الوقت والتاني تطور الستايل بتاعك وصل لايه. انا بخطط ان انا اعمل الموضوع ده على الانستجرام علشان انا مش بنزل كتير ويبقى معايا حد يصورني، فمحتاجه ان انا اركز على الموضوع ده اكتر علشان
يبقى عندي تمكن من الدولاب بتاعي كله في الشتاء. تقدري ان انت تعملي مثلا فيديوز على اليوتيوب، تقدري انت تعملي فيديوز وتسجليها وتخليها برايفت على الاكونت بتاعك بتاع اليوتيوب عادي جدا، مش هيحصل لها حاجه، محدش هيشوفها. كل الحاجات دي بتفرق معاكي جدا، وهتفرق معاكي في رحله ان انت تستكشفي ستايلك اسرع. خامس حاجه هنتكلم عنها ودي اللي بينصح بيها كل الستايلست وكل اليوتيوبر اللي ليهم علاقه بالفاشن والستايلينج، ان انتي تعملي كابسول وردروب. كابسول وردروب دي بتسهل علينا جدا فكره ان احنا ننسق الحاجه باكتر من طريقه. ليه؟ علشان انا بجمع عدد قطع قليل، يعني مثلا 10 قطع، هحاول ان انا انسقهم باكتر طريقه ممكنه بالنسبه لي والبسهم بكل الطرق الممكنه. فده هيخليني عندي استيعاب اكتر، لان دي تتلبس على دي ودي تتلبس على دي. يعني في ساعات ممكن تعملي الموضوع ده فتلاقي ان في هدوم بتليق على بعض وانت عمرك ما جه في بالك انت تلبسيها على بعضيها. فهي دي فكره الكابسول وردروب. ممكن تعملي الموضوع ده تحدي مثلا لنفسك، تعملي مثلا 10 قطع، مثلا هلبسهم في خلال الاسبوع دوت، هو ده الاسبوع او هي دي القطع اللي هلبس من خلالها، لانها كمان هتسهل عليكي وانت بتلبسي، لان قدامك عدد القطع او قدامك القطع دي هي اللي هتلبسي منها، فالموضوع بيبقى اسهل وابسط، وتعرفي بردك اكتر ايه اللي بتحبيه وايه اللي لبستيه اكتر وقت. تقدري انتي تعملي الموضوع ده بردك تحدي مع صحابك، ان انتي مثلا لو عندك صحابك مهتمين بالفاشن، فتقدري ان انتي مثلا تقولهم احنا نختار 10 قطع كل شخص فينا، وكل يوم نختار اوتفيت واحد نلبسه ونصوره ونبعته لبعض. الموضوع بردك مسلي وهيبقى حلو ان انتوا هتبقوا بتعملوا الموضوع سوا ومع بعض. انا كنت عامله الموضوع ده على انستجرام قبل كده، على الانستجرام بتاعي القديم في الصيف، وعايزه اجربه تاني في الشتاء دوت، ف غالبا ممكن اجربه واعمل لكم فيديو عنه يعني. بس كده، هو ده فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس، وقولوا لي وصلتوا لحد فين في الستايل بتاعكم. هل انتوا عارفين الستايل بتاعكم بتلبسوا فعلا على ذوقكم، ولا انتوا لسه هتبداوا او لسه محتاجين حد يشجعكم؟